وحنا كنا متخوفين كثير من تلك الوثيقة فيما يخص مبادئ وثوابت ووحدة الوطن وإلى آخره، ولكن تعدت نوعا ما، ولكن ما زالت مخاوف مطروحة دائما وما زال يعني في أي شق دكتور يعني مخاوف مطروحة في أي جانب بالتحديد تحديدا؟ مثلا احنا يعني تقريبا المنهج المتبع منذ البداية كان تقريبا كما لاحظنا ككل وحادي، وكان يعني يأكد على الجانب تقريبا احنا كنا نطالبوا يعني كنا الجزائر عمرها يعني دائما كانت تنتقد مسألة العلمانية. نعم. ومسألة يعني تقريبا تقليد الغرب. نعم. ونصبحوا يعني ربما صورة أخرى من الغرب أو من شخصية أخرى من الشخصيات المتغربة. نعم. احنا المجتمع الجزائري له ثوابت والشعب ككل يعني تقريبا كان يعني تقريبا فصل في هذه المجالات منذ قرون. نعم. وخاصة في مسألة الدين، في مسألة اللغة، في مسألة الوحدة الوطنية. تصوروا المسألة توجد في قرون ولما بعد دخول الإسلام الشعب الجزائري ككل استسلم للدين الإسلامي وقبل ودخل في الإسلام وقبل اللغة العربية. عندنا قرون وقرون كمناطق، سواء كان بالنسبة للقبائل ولا بالنسبة للشاوية ولا بالنسبة للدول، لم نجد وثيقة مكتوبة يعني إلا باللغة العربية تقريبا. نعم. يعني هناك قبول، ولكن دكتور إن أذنت لي يعني عفوا عن المقاطعة، هناك تيار أمازيغي منتشر بكثرة في الجزائر في الشرق والغرب والشمال والجنوب يطالب بدستة هذه اللغة بين قوسين وهذه الهوية. يعني في حال ترفض هذه المطالب تعتبر من اللا ديمقراطية، يعني خروج عن الديمقراطية، لأنه تيار جزائري، لأنه مواطنين جزائريين من حقه أن يدافع عن لغته. هنا في الحقيقة الصراع كان له خلفيات سياسية أكثر منها يعني. نعم. وكانت معروفة. نعم. والصراع لما نحول الصراع إلى عربية وأمازيغية، بمعنى أننا حتى نرسم اللغة الفرنسية اللي هي مرسمة وهي اللغة الرسمية في المجتمع الجزائري. نعم. ما عندناش لا لغة عربية ولا لغة أمازيغية كلغة رسمية في المجتمع الجزائري. بخصوص الأمازيغية سأعود إليك تحديدا في هذه النقطة أستاذ، ولكن طيب في نقطة أخرى كنت توقفت عندها بروفيسور قبل قليل، يعني نقرأ في موضوع كلمة اللغة الأمازيغية رسمية هكذا صيغت في المسودة بدل لغة وطنية، وهو تعبير ربما يطرح إشكالات كثيرة وله تأثيرات أيضا في المستقبل حقيقة. لأنه لما نقول يعني لغة رسمية. نعم. واللغة العربية أيضا رسمية، يعني نضع اللغتين أو في نفس الكفة. نعم. الشعب الجزائري ككل كان يتباهى بتنوعه، بتعدد يعني ثقافات وإلى آخره، لأن تقويه بالموروث التاريخي بالنسبة للجزائري هو اسمنت المسلح لوحدته. صحيح. وقلنا وعالجنا مسألة تعددية لغوية بالنسبة للغة العربية، كانت هي دائما مقدسة لأنها لغة القرآن ولغة الإسلام، والإسلام هو الذي وحد هذه الدولة، لأنه بدون الإسلام كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله، إسلام الجزائر ولا الدول العربية ولا مصر بدون الإسلام يساوي صفر بالنسبة. نعم حقيقة. صحيح. لأنه من وحدنا الإسلام. نعم. ووحدتنا اللغة العربية. اللغة العربية الآن لغة العلم، لغة عالمية، ما بقاش فقط لغة الجزائر، لغة عالمية. حتى عبد الحميد بن باديس يؤكد رحمة الله عليه، يؤكد هذا الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب. نعم. وبالتالي والصنهاج الأمازيغي وهو صنهاج أمازيغي. وبالتالي لنا لهجات وطنية وثراء ثقافي. صحيح. ولكن ونعتز به دائما ونتباهى بها دائما، ولكن بالنسبة للرسمية حاجة أخرى تماما. الرسمية مرتبطة بالسيادة، مرتبطة بالدولة، مرتبطة بمعنى أنني أجعل ذرة أخرى يعني للغة رسمية، وممكن أن نتائجها تكون وخيمة جدا حقيقة، لأنه نصبحوا مقبل كنا مشكلتنا هو ترسيم اللغة العربية كما قلت. نعم. لأن مشكلتنا مع اللغة الفرنسية، صراعنا مع اللغة الفرنسية. الكل المجتمع الجزائري صراعه مع اللغة الفرنسية ومع الاستعمار الفرنسي، مع الاستدمار الفرنسي، اللي ما زال نحن في تابعية ثقافية دائما. إذا لم نتخلص، لأنه لما تذهب الجامعة كل الفروع التكنولوجية يا أستاذ وكل الفروع العلمية الآن بالفرنسية. نعم. يعني نكون تلميذ ما شاء الله ويتحصل على أعلى درجة في البكالوريا، وثم لما يذهب إلى الجامعة يجب أن يفرنس
لكي يختار الشعب التي يريده. إذن هناك فرنسة وهناك إصرار على الفرنسة، وليس فقط يعني في الحقيقة ماهيش مشكلة اللغة أصلا، لأنه أصلا بالنسبة للهجات الجزائرية هي يعني تقريبا حضارة شفوية، حضارة شفوية. نعم. لا توجد تحديدا هناك في هذا المصطلح إذا كان نعم. سمحت نعم. لي بروفيسور، نعم. تحديدا في هذا المصطلح. نعم. وأنا أعرف أنك أمازيغي قح وأصيل. أريد أن أعرف وجهة نظرك في تعامل وثيقة أو مشروع الدستور مع الأمازيغية، أقصد كلغة وليس كهوية، لأنه كهوية مفصول في هذا الأمر نهائيا، نعتز بثرائنا وتنوعنا. نعم، لابد من تلبية لهذه النقطة. نعم. أن لما نتكلموا عن الهوية وعن يعني موروثنا الثقافي إلى آخره، هذا شيء آخر، شيء آخر تماما، هذا مفصول فيه نهائيا. نعم. يعني ولكن لما نذهب إلى كلغة الصراعات السياسية، ولما نتكلم على هذه اللغة الأمازيغية، أنا شخصيا لم أتعلمها إطلاقا ولم أسمع بها إطلاقا. أنا شخصيا يعني من المنطقة اللي احنا كنا يعني منطقة حتى يعني لما شيوخنا يعني مازالهم يعني باللغة الرسمية القبائلية رسمية. نعم. يعني ما دخلوا فيها لا فرنسية ولا مازالهم محتفظين يعني باللغة الأصيلة، اللهجة المحلية الأصيلة. نعم. ما سمعناه فيما بعد يعني تقريبا 67 بعد أكاديمية بربير الفرنسية في الحقيقة مشروع جديد، مشروع تغريبي جديد، مشروع فرنسي في الحقيقة. وبالتالي لحد الآن نحن هل يمكن القول أنه يستهدف هذا المشروع اللغة العربية مباشرة؟ يستهدف اللغة العربية مباشرة. لماذا؟ لأنه عشنا في منطقة القبائل، كل ما الدولة تحاول أنها تعمم اللغة العربية، كل ما نتكلموا عن اللغة العربية وعلى الإسلام إلا وتخرج مظاهرات طالب بالأمازيغية وطالب بكذا. وفي الاصل يعني ما كانش فيه صراع ما عندناش صراع بين اللغات ولا بين اللهجات في الجزائر. في الواقع ما فيش صراع، ما عندناش صراع. نعم. احنا كلنا اخوان، كلنا نعيشوا اخوان، نتكلموا قبائليه، نتكلموا العربيه. لما تشوف احيائنا كنا ما عندناش عقده في الموضوع هذا، بالعكس احنا يعني همنا الوحيد كيفاش نطوروا يعني وحدتنا ونقويها الى اخره. لماذا؟ لانه في الحقيقه رانا في دوله الان قطريه. ما قبل كنا دولة موحدة، كنا متى الجزائر كانت قوية لما كانت في إطار الخلافة العثمانية، من أحسن المراحل ومن أقوى المراحل لما كنا في عهد الخلافة العثمانية، لما كانت بعبع البحر المتوسط اللي كان دول أمريكا والدول الأوروبية تدفع الجزية اقتصاديا وسياسيا. نعم، كنا موحدين من حيث اللغة، من حيث الدين، من حيث يعني التنظيم السياسي والسلطوي. إذن كنا قوة بأتم عن الكلمة. وبالتالي نحن لا نريد الآن أن نحول هذا، وننصح دائما مجتمعنا أن لا ننجر إلى هذه الصراعات. نعم. أبدا، لأن خلفيات معروفة، ولا الخلفيات معروفة، والأساتذة المختصين في اللغة وفي اللسانيات يعني برزوا هذا الجانب ووضحوه بطريقة صحيحة، يعني بطريقة يعني ليس من اليوم، يعني من عشرات السنين الوضعية كانت معروفة. ولكن نحن الآن نريد في الحقيقة أن نجلب هذه الأفخاخ وهذه الألغام. نريد فعلا أن نكون أقوياء في جميع يعني مشروع دستور قوي يحمي المبادئ، يحمي الثوابت، ويحمي الوحدة الوطنية. نعم. واللحمة الوطنية تكون لقرون قلنا وإحنا متفقين على اللغة صحيح. وعلى الدين وعلى كل شيء. في النهاية نرجع للوراء بأوامر يعني من جهة أجنبية في الحقيقة، من جهة تغريبية دائما، من جهة علمانية، لأن شفنا بصمات هذه في الوثيقة. بصمتها في الوثيقة ليس في مجال اللغة فقط، وإنما في مختلف الأمور المتعلقة كما قال الأخ بالمدرسة، لما يقول لك أماكن العبادة تضمنها الدولة ولا يجوز وتحمي ممارسة هذه العبادة في هذه الأماكن بعيد عن التأثير السياسي والإيديولوجي. إذن بصمتها يعني واضحة لغرس أفخاخ أخرى وألغام أخرى. ونحن لا نريد يعني أن نرى مثل الصراعات اللي شاهدناها من قبل. نعم. حبينا نبقى يعني مجتمع موحد، مجتمع يعني باش نبني اقتصادنا، نبني يعني تنميتنا بطريقة أفضل في المستقبل. قبل أن أعود إليك بروفيسور قزو، يعني في تقريبا في نقطة مشابهة أو مماثلة، دعني بروفيسور نقترب من النهاية. دعني أسألك، أنا ربما سيكون آخر سؤال. المادة 220 من المشروع تؤكد على إلغاء الوثيقة، أتحدث هنا عن وثيقة مشروع الدستور محال على الاستفتاء في حال رفض الشعب له. هنا ربما بروفيسور تثار أسئلة كثيرة وعميقة. هل
يطرح رئيس الجمهورية في هذه الحالة وثيقة جديدة أم يتعامل مكرها مع دستور هو كان أول من انتقده يعني ورفضه جملة وتفصيلا؟ وهو الجميل جدا لو نصل إلى أن الشعب يرفض يعني جميل جدا. لماذا؟ لأنه لابد وأن نتعلم، بمعنى أنه يصوت ويرفض. لا نعم، يصوت ويرفض. نعم. لابد وأن نتعلم هذه الطريقة، هذه طريقة ديمقراطية. صحيح. يشارك ويقول رأيه بكل حرية، ولا تفرض عليه الآراء كما نشاهد البعض يظن بأنه ما زلنا في العهد القديم، أنه لابد وأن يلح ويفرض على الشعب الجزائري يقول نعم للوثيقة. هذا انتهى هذا العهد. صحيح. لابد من إقناع الشعب أولا بأن هذه الوثيقة تصلح للمجتمع، لأنه الأحسن أننا نقول لا لهذه الوثيقة إذا كان فيها ألغام وفيها أمور ربما لا قدر الله أن المجتمع يتحول إلى مجتمع يعني يسود الاضطرابات إلى آخره، نقول لا، وعندنا وقت لوضع وثيقة أخرى. بالعكس، يعني لو نغير قانون عضوي ونزيدوا نعاودوا ننتخبوا برلمان جديد ويناقش الوثيقة من جديد ويصدق عليها، تجي بالعكس ربما سنخطو خطوة أخرى جديدة يعني أفضل. فرصة إضافية للمواطن للمناقشة وللمعارضة وللأحزاب السياسية، لإعادة تشكيل الهيئة المكلفة بالتعديل. بالعكس الرئيس يكون فيه حرية أكثر وأفضل. بإمكانه أنه يلجأ الآن إلى تعديل النصوص الأخرى لإعادة انتخاب البرلمان، وربما مرة واحدة حتى الهيئة المحلية. نعم. لأنه ما زال تابع للعصابة. نعم. الهيئة المحلية والبرلمان أغلب الآن، وخاصة لما صرحوا بأن البرلمان مزور وتكلموا على 7 مليارات بالنسبة لعباس اللي يقول لك 7 مليارات بالنسبة للنظام الانتخابي اللي ياخذ دائما اللي يتصدر القائمة ب7 مليارات، وصبحوا معظم اللي التحقوا بالبرلمان من اشكاره من جماعه يعني معظمهم باستثناء المعارضه. اذا مساله البرلمان الان ما عنده حتى مصداقيه في الحقيقه. بل انا كنت اقترحت في فيسبوك المفروض اننا نطالب الذين خرجوا وخذوا التقاعد وهم كانوا وصلوا بالتزوير، المفروض اننا نطالبهم بالتعويض. نعم لانه طيب. غير ممكن يصل بلا سبب. نعم. نعم كيف يصل الى البرلمان وياخذ تقاعد وخذ يعني منح يعني مرتبات، ثم في النهايه يكتشفوا بانه دفع ملايير لكي يصل الى البرلمان. نعم. طيب دكتور، الفكره وصلت عفوا على المقاطعه في اقل من دقيقه. دكتور اسامه، الدكتور قزو يتحدث عن يقول يا ريت الشعب يعني يرفض، ولكن الرفض هذا حتى يوفر فرصه لرئيس الجمهوريه وللنخبه السياسيه عامه، ولكن هذا الرفض مفروض او مقيد بالمشاركه الواسعه للشعب الجزائري حتى يفرض كلمته. كيف يمكن ان نتحدث ونركز على هذه المشاركه وهذه التعبئه؟ هو كل ما تكون هناك مشاركه قويه جدا، كل ما التزوير نسبه التزوير حتى اللي حصل التزوير تقل. أكيد. شفنا احنا في 91 لما كانت هناك يعني حزب فرنسا كان قوي جدا في الجزائر، لما خرج الشعب الجزائري التصويت بقوه التزوير قل. لهذا لما يخرج الشعب يخرج بقوه التزوير اكيد راح يقل. ولكن كما تحدث البروفيسور ينبغي النزول الى هذا الشعب ونفهموه جيدا من قبل النخب السياسية، أساتذة في الجامعات. لابد من تكاتف الجهود حتى يفهموا الشعب لأن هو معني بهذا الدستور. روح تصوت بنعم أو تصوت بلا، ولكن ينبغي أن تذهب وتضع الورقة. صحيح. لأن هذه الورقة تهمني ليس فقط أنا، تهم أبنائي وتهم أبنائك وتهم مستقبلنا جميعا. نعم، لأن هذه وثيقة ماشي تاع سنة ولا سنتين. هذا مشروع، هذا مشروع تاع دولة، وعليه فحقيقة كما تحدث البروفيسور يذهب أن يقول لا أفضل من أن لا يذهب. تمام. وصلت الفكرة بروفيسور أسامة. إذا مشاهدينا الكرام، مشروع الدستور على طاولة النقاش كان محل نقاش أيضا في حلقة اليوم من برنامج بتوقيت الجزائر. أشكر ضيفي الكريمين بروفيسور قزو محمد أكلي الفقيه القانوني المختص في القانون الدستوري بجامعة بوليدة، وأيضا أشكر الدكتور أسامة بوشماخ وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة تسمسيلت. وبطبيعة الحال الشكر موصول لكم أنتم الذين تتابعوننا في هذه الحلقة، وأيضا للفريق التقني الذي رافقني. إلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي، أنا سعيد مقدم، سلام.